السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نعمل النهاردة بامية بطريقة مش هتعتمدوا غيرها بعد كده. انا جبت هنا 3 معالق زيت، عليهم معلقة ليا كده مامتي كانت مسيحاها دهنة يعني، وحطيتهم بصراحة بتخلي الطعم حلو قوي في تخديعة البامية بالذات. وحطيتهم سخنوا مع بعض، نزلت ببصلاية متوسطة يا دوب دبلت حاجة بسيطة، حطيت عليها نص معلقة توم مهروس وسبتهم بس يا دوب دبلوا مع بعض كده، ونزلت بنص كيلو عصير طماطم فرمة مع الطماطم، قرن فلفل اخضر بارد بيدي طعم للبامية خطير. انا هنا كنت عاملة نص كيلو بامية، نص كيلو بيحتاج نص كيلو عصير طماطم. وحطيت نص معلقة سكر ونص معلقة ملح كبيرة ونص معلقة فلفل اسود. هي البامية مبتحتاجش غير البهارات دي فقط، ما بتحتاجش اي تحابيش ولا اي تركات ولا اي حاجة، هي عايزة الطريقة الاصلية دي. سبتهم يتسبكوا نص تسبيكة مع بعض بحيث يبقى فيها سوائل عشان تكمل باقي تسبيكتها مع البامية، عشان البامية اوريدي اي خضار بنحطه مع الطماطم بينزل السوائل اللي فيه. سبتهم على النار تقريبا 7 دقايق، وبعدين جبت قرن شطة حامي فتحته فتحة صغيرة من جنب واحد وحطيته معاها عشان انا عندي الولاد ما بيحبوش الحاجة الحر قوي. قلبتهم مع بعض لحد بس لما قرن الفلفل يدبل شوية، يعني زي ما انتوا شايفين كده، تتكوا عليه بالمعلقة تلاقوه بقى لين سيكة، ما يدبلش قوي عشان ما يتهريش. نروح نازلين بقى بالشوربة. المرقة بتاعتنا دي شوربة لحمة، حطيت بالظبط 3 كوبشات كبار شوربة، لان البامية ما بتحتاجش مية كتير، ما بتحتاجش شوربة كتير، لازم يبقى القدام بتاعها خفيف ويبقى التسبيكة بتاعتها هي بتبقى جابسة كده. حلاوتها في كده بصراحة، بحيث لما نيجي نغمسها ما تبقاش صيصة كده، هي ميتها ما تبقاش كتير خالص البامية. وسبتهم على نار هادية، اي خضار لازم يستوي براحته على نار هادية علشان ما يجلدش. جيت بقى هنا بعمل الطشة. في ناس متحبش تعمل الطشة، بس انا بصراحة جربتها بطريقتين ولقيت ان طريقة الطشة دي هي اللي بتنقل طعم البامية في حتة تانية خالص. جبت نص معلقة ليا من الدهنة اللي مامتي كانت مسيحاها، ما زودتش عشان ما تبقاش الدهون كتيرة قوي وتصد. وحطيت 3 فصوص توم وعليهم نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وحمرتهم مع بعض يبقوا ذهبي باللون ده، ونزلت بيهم بقى على البامية. هنا البامية كانت خلاص استوت، هي لما تلاقوها خلاص استوت وهتطفوا عليها روحوا نازلين عليها بالطشة واطفوا عليها وسيبوها متغطية كده مع بعض كده. قلبوها وسيبوها مع الطشة ياخدوا يدوا كده مع بعض مع نفسهم زي 5 دقايق كده قبل ما تغرفوا الاكل. صراحة يا جماعة اللي ما جربش الطريقة اللي بالطشة دي فايته كتير قوي قوي قوي. انا كنت متعودة اعملها من غير طشة، بس لما جربتها بالطشة لقيت طعمها يعني راح في حتة تانية خالص، طعمها بقى خطير بجد، بتديها اضافة جميلة جدا وبيبقى طعمها حلو قوي. انا كنت عامله معاها رز بالشعرية عشان الولاد، وانا ومامتي بناكلها بعيش، لازم يكون عيش مقرمش شوية كده او عيش ملدن ونغمسها بعيش وبشطة وليمون، بتبقى طعمها حكاية بقى. بس كده، ياريت يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملولي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. والف هنا وشفا مقدما.